في الجزء اللي فات من حكاية بطلنا الدونجوان اللي حياته اتشقلبت، الواد الجامد اللي أبهر الكل بقوته الجبارة، لقوا كل البنات حواليه وعايزين يتجوزوه، وفي الآخر شفناه لما خلع من واحدة منهم وبيلاقي الراجل اللي طالع له وبيسأله عن صورة الشخص ده، فبيقول له لا معرفوش، هو مين المعفن ده أساسا؟ وبيطلع هو اللي في الرسمة يا صديقي، والراجل بياخد باله وبيطلع يجري من المكان وبيروح للتلميذة لونا وبيلاقيها بتلعب في المكتبة، فبيمسك الكتاب السحري دوت واللي بيلاقيه بيحكي عن الانتقال من مكان لمكان. بس ايه بقى اللي حصل بعد كده؟ ده بقى اللي هنعرفه دلوقتي يا صديقي، بس الأول طبعا اذكر الله وصلي على النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وارزع بقى اللايك الجامد للفيديو ويلا بينا نكمل يا صديقي. بنشوف بطلنا ماسك الكتاب اللي بيحكي عن الانتقال من مكان لمكان، والموضوع فعلا بيشد الواد جامد، وده لان الواد اساسا جاي من مكان لمكان وهو ما يعرفش الموضوع ده بيحصل ازاي، وبيفتكر ساعة ما دخلوا الضريح بتاع المعلم تشو، والعجوز طبعا كان عامل نفسه الفتك والفرود اللي مفيش منه اتنين وبيتجلد جلد ما تتمنهوش لألد اعدائك يا صديقي. كان المعلم شو والدونجوان قاعدين بيتسلوا بره ولسه رايح يقول لهم ما تساعدوني يا جدعان، فبيلاقي الباب في وشه وبيغضب وبيدخل يكسر تشكيل الحماية بسهولة جدا وبيقسموا الغنايم، والدونجوان بقى بياخد البتاعة دي بيفتحها والراجل الخبيث بيروح لبعيد كده والتعويذة بتشتغل وما بتعمل لهمش اي حاجة، لا ده بالعكس دي بتروح للعجوز وبتسحبه جواها، وبعد شوية العيال بيتساءلوا عن غيابه ده وهو يا عيني مرمي على الارض ومش قادر يتحرك، وبيشوف الكلب حنبلة قدامه وبيقول له لا يا اسطى ما تخشش عليا، لا ما تخشش، فبيقول له اخش ايه وبتاع يا عم انت، وبيلغي التعويذه اللي مقيداه، وقبل ما يمشي بيقول له لو طلعت من هنا حي يبقى اكتم اللي انت شفته دوت، لان ده شيء سري وما ينفعش حد يعرفه، هتكتم السر ولا خلص؟ فقال له لا هكتم يا عم، وكان مستغرب اكتر من ان في كلب بيتكلم، والواد بقى كان بيدور عليه بره وبالغلط بيخبط الخنفسه دي، وهنا بقى بنشوف الراجل العجوز وبيطمن عليه وبيقول له انا كويس ما تقلقش، وبيدخل عليهم بقى الواد ده وبيعرفوا ان بنت الحكيم بتموت وحالتها خطيرة جدا، وبيطلبوا منه انه يروح معاهم علشان لو يقدر يعمل اي حاجة، فالواد بيقول لهم ماشي انا معاكم في اي حاجة، وبيروحوا لهم وبيلاقيها محطوطة في انبوبة المية دي، فبيقول لهم طلعوها يا جدعان هي سمكة هتتنفس ازاي كده، فبيقولوا له اللي تشوفه يا ريس، فبيطلعوها والبت ما شاء الله بيضة حلوة قشطة منورة، والمعلم بيكون لسه هيعمل لها بقى تنفس صناعي، بس ما علينا من الكلام ده، البت بتفوق وساعتها بقى بيظهر تمثال لشخص مبتسم، وانا بقول انه الدونجوان، والواد كان حس بكده برضه بس عادي يعني ما عطاش للموضوع اي اهمية، وبيروح يشوف الدنيا معاه ايه، والتمثال بيتكلم وبيفتح بقه وبيكون هيضحك زي سولو ليفلنج كده، بس لا يا جدعان هناخد كده كوبي رايت، ما علينا. الواد بيعرف انه ممكن يكون تناسخ ليه وبيروح يسأله عن شوية دهب كده ومجوهرات او اي حاجة تفك الزنقة، فبيقول له بس كده طلبك عندي يا عم، وبيفتح بوابة سرية كده وبيقول له خد اللي يعجبك نقي وكل يا باشا، والصراحة خير ربنا كتير كتير قوي يا صديقي، بس الشيطان دوت بيكون عنده خطة خبيثة، وده لان لو اي حد مسك البلورات او الكنوز دي هيموت وهيحصل تناسخ والامبراطور تشو هياخد مكانه، والمعلم الدونجوان طبعا بيقلب كده في كل حاجة وبيقول له ايه يا عم ده دي كلها حاجات زبالة، والشبح حرفيا بيكون هيولع، بيقول له مالك يا عم، فبيغضب بقى وبيظهر نواياه الحقيقية وبيحاول يخلص عليه، بس تخلص على مين؟ ابلع يالا حزين، والدونجوان بيخلص الكلام بقى والامبراطور تشو بيتعصب وبيحاول يمسك كل زمايله بما فيهم البت مغناطيس المشاكل، وبيقول له سلمني نفسك وانا هسيبهم يمشوا، فبيقول له وانا اما اسلم لك نفسي امشي بقى وسط الناس بايه يا برنس، فالامبراطور تشو بيغضب جدا وبيعرف ان الواد ده عنده برود مش طبيعي، لا فبيحاول يغريه كده باي حاجه، بس الواد اللي هو حديد وبعيد لا، وبيقول له انا مش عارف يا نسختي الماضيه انت عايز تقتلني على ايه بس، فقال له نسختك الماضيه ايه يا عم احنا هنحور، هو في حد بيصدق الكلام ده عبيط انت، بس الواد اساسا ما بيكونش سامعه وبيلعب في البتاع اللي قدامه دي بارد يا صديقي، لدرجه بقى ان تشو بيقول له ابوس ايد امك امشي من هنا،
هنا، يلا يا عم اطلع من هنا. فبيقول له يا عم ليه بس؟ انا عملت ايه؟ فبيطلع كل الكنوز وبيقول له خدهم وامشي يا عم. فالواد بيقول له انا مش فاهم انت ليه بتقول كده، بس عادي ما يضرش يعني، هاخدهم ما دام انتم مصرين. وبعد كده بيرجعوا البيت وبيقسم الهدايا. وعايز اقول لك بقى انت عارف ده حتى دول اللي ما عملوش حاجه بيوزع عليهم من الكنوز ابن الكريمه، ده بيغرف بالكوريك وملكش دعوه انت بحنبله يا صديقي. فهو اخد نصيبه بما يرضي الله، وبيكون معاه دبوس شعر فاضل بقى فيديه لمين، وبتكون سوق البت الملعونه قدامه، وكل واحده بقى بتقول له ادهوني انا. فبيتخانقوا سوا وبيقطعوا بعض يا صديقي، وبيقولوا له تختار مين؟ فقال لهم بتاع الميلامين، انا اديهوله هو احسن يا جدعان. فبيرجعوا يتخانقوا تاني، والدونجوان واللي هو يا مراري يا مراري. وبعد كده بقى بيروح يشوي الاكل، والعجوز بيكون فرحان فيه، والتلميذه خدامه الدونجوان بتطلع لهم الشاي وبتعرفهم انه شاي سحري بيشفي الامراض و حاجات كتير يا صديقي. فبيشكروها، والواد بيكون لسه واقف على الشوايه كده، بس لسه يا صديقي مش عارف بيشوي ايه بالظبط، بس ولا يهمك، اول ما اعرف هقول لك ما تقلقش. المهم بقى الشاي بيكون سحر يعني، لدرجه بقى ان الكل بيخترق والمكان كان هيولع من الطاقه، وبيروح يجيب المطافي علشان يطفيهم، والبت كل واحده بتاخد دور التانيه. واللي هو يا جدعان مش كده، دي ميه، والرجاله الهبل بيجوا هم كمان يلعبوا في الميه، وتحس كده ان عندهم ربع ضارب يا صديقي. والواد بيقول له احنا في دريم بارك ولا ايه يا جدعان؟ فبيسيبهم وبيروح يصطاد كده شويه سمك بدل الكفته اللي باظت دي، بس بيلاقي البت الملعونه بتجيله وبتقول له ان لونا اتخطفت دلوقتي. فبيقول لها نعم، احكي لي اللي حصل بالظبط. فبتحكي له ان هم كانوا طلعت بنات كده مع بعض، الا وفجاه بيلاقوا حجر كبير قوي يعني قدامهم. فلونا وبكل اصاله بترمي الحجر برجل واحده حلو كده، الا وفجاه بقى بيلاقوا حرامي حيوان مستخبي فوق وبيطلب منها تنضم لفريق الاغتيال بتاعهم، بس لما البت بترفض على طول بيخطفوها. والواد بيروح بقى علشان ينقذها هو وحنبله، بس بعد ما كان خبى الدهب علشان محدش يقرب له طبعا يا صديقي. وبيسمعوا صوت البت، بس الراجل بيرن على زعيمه وبيقول له انا جبت لك حته، بس انما ايه المره دي؟ حاجه كده تقول للقمر قوم وانا اقعد مكانك. فبيقول له طب ما حلو ده. فبيقول له ماشي هجيلك يا زعيم دلوقتي. وبننتقل لعنده، والعيال فعلا كانوا سمعوا صوتها ودوروا عليها كتير ولكن برضه ما لقوهاش. وبيلاقي ناس واقفين عند الحجر الاحمر ده، فبيقف جنبهم وقال لك زحمه يا عم يلا اتحشر وخلاص. وبيسأل الرجاله عن الموضوع، فبيعرفوه ان هي مسابقه بيتقاس فيها طاقه الفرد الجسديه، ولو في حد نجح طاوي هيخليه تلميذ عنده. فالواد في ساعتها بيسأل البت عن اذا كان هو الحجر، فبتقول له ايوه هو ده. فبيقول لها طيب حلو. وبعد كده بقى بيروح للراجل اللي عامل فيها كاهن ده، وبيقول له رجع البت يا حرامي التلاميذ انت، قصده الخادمات. فبيقول له ارفع الحجر ده علشان نشوف اذا كان ليك حق تكلمني اساسا. فبيقول له ارفع الحجر ده انا هكسر لك امه. فبيقول له طب حاول كده. فالواد بيمسك الشاكوش ويوزع، بيكسروا ال 84 حته، والكاهن دوت بقى بيتصدم وبيروح عليه بقى وبيتفحص جسمه، وبيقول له انت مغتال ولا ايه يا عم؟ فقال له رجع التلميذه يا عم بقولك. فبيقول له تلميذه ايه يا عم؟ انت هتكون تلميذي. فبينادي على الرجاله وبيقول لهم محدش معاه سلاح اديله على دماغه الواد ده، ولكن بيخافوا وبيمشوا من المكان. فبيطلع المخطوطه وبيشمطه وبيقول له عاجبك كده؟ فبيقول له ايوه يا عم انت جامد قوي، ما تكون تلميذي يا اسطى. فالواد بيقول له يا عم ما تجننيش، طلع البت بدل ما اغيب عليك دلوقتي. فبيقول له بص اعلى ما في خيلك اركبه يالا. وبيطلع له بقى اعصارين وفاكر انه هيقتله الغلبان، بس ده الدونجوان يالا بيخبط فيه يمين في شمال ما بيخليش فيه حته سليمه، وبتقع جنبه المخطوطة دي وقوته بتزيد وبيبقى معضل يا صديقي. وبيوصل الراجل بقى اللي خاطف البت ويجي يمسكه وبيطلب منه يعترف. فبيقول له انت ما تعرفش انا شغال مع مين؟ فبيسكته الكاهن وبيطلب منه يرجع له الخادمة، وبيروح لليه وبيطلب منه يكون تلميذ عنده. بس بيوصل الزعيم وبيتخانقوا سوا، وبيقول له اذا كان مرضيش ياخدني انا اللي عندي 300 سنة يبقى هياخدك انت. وريم وحنبلة بقى بيتفرجوا من بعيد كده على الخناقة دي، وبيجي تليفون للراجل الملثم وبيعرف ان هي هربت ناحية سوق ساسان
فالكاهن بيقول لهم انا هروح اجيبها وارجع على طول يا جدعان. وبنعرف يا صديقي ان هي اتخطفت في مكان اسمه القرية الملعونة، وهتعرف هم ليه سموها كده بس كمان شوية مش دلوقتي. والمعلم ايه بقى كان محتار وكان نفسه يروح علشان يطمن على البيت، بس صاحبنا ده بيقول له تروح مع مين يا عم؟ ده عبيط ورايح مكان غلط اساسا، فكك منه ويلا بينا احنا يا صاحبي نروح لها ونلاقيها. فالواد بيقتنع بكلامه ده وبيقرر يروح معاه، وطول السكة بقى بيتكلم وياه. وفي نفس الوقت ده كانت لونا وصلت عند بيت مهجور وغريب كده يا صديقي، والجو كان برد جدا، ولاجل كده فهي دخلت على البيت ده. وبيني وبينك دي اكبر غلطة عملتها في حياتها، لان هي اول لما دخلت من هنا اتكلمت مع الموجودين بكل حسن نية وقالت لهم ان هي هتفضل في البيت شوية لحد اما المطرة تخف بره، ومن ثم هتاخد بعضها وتمشي من هنا. بس اللي هو انت عبيطة يا بت ولا ايه؟ دي قبيلة الفاناليس اللي بياكلوا لحوم البشر. وفعلا يا صديقي كانوا معلقين بني ادم من ديله وبيشوه على نار هاديه. يا حلاوه، ده انت وقعت لهم وقفه يا ماما. والانسان اللي هم بياكلوه دلوقتي رفيع ومش هيكفيهم هم التلاته، وده الكلام اللي قالوه لها دلوقتي. بس هي ردت بكلمتين مالهمش تالت وبتقول له عند امك. فالواد بقى بيضحك كده بصوت مستفز وبيستهزأ بيها جامد قوي، فبتديله بنيه بتهرسه زي الطعميه وبتبتسم وبتقول شكرا ليك يا معلمي. وهنا بتقصد الدنجوان بالكلام ده. بس اكلي البشر بقى بيقوموا من تاني وبيهجموا عليها، وفي نفس الوقت ده كان المعلم ايه مع الجد وحفيدته وبينزل يزعق معاهم كده علشان سرعته قليله جدا. فالبت بتقول له طب اعمل لك ايه انا؟ قول لي بس وانا احقق لك كل امانيك يا عم. بس الواد بيسيبها، وده لان بقدرة قادر لا منطاده قدامه، واللي بسرعه بقى راحوا وركبوا، والجد وحفيدته معاه، وحنبله بيزود سرعه المنطاد وبيكونوا في طريقهم للبيت يا صديقي. فيا ترى بقى ايه اللي هيحصل لما يوصلوا هناك؟ ويا ترى اكلي لحوم البشر هيعملوا ايه مع البت اساسا؟ عايز اقولك ان لسه في احداث كتير، بس احداث انما ايه حماس يا صديقي. فعلشان يوصلك الاحداث الجديده يبقى ظبط بقى الدنيا كده وروق الكلام واشترك في القناه وارزع اللايك الجامد للفيديو، والاهم طبعا اذكر الله وصلي على النبي عليه افضل الصلاه وازكى السلام. وبس كده، سلام يا صديقي.